تحتضن مدينة كان الفرنسية مهرجانها السينمائي في دورته 69. يوم الافتتاح كان مميز بحضور عمالقة الفن السابع وكبار الشخصيات والمشاهير. يتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان سنة 21 فيلم تم اختيارها من بين أكثر من 5000 عمل. المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان السينمائي الدولي تشهد مشاركة فيلم عربي وحيد، وهو الفيلم التونسي علوش للمخرج لطفي عاشور من بين 10 أفلام في المسابقة. ويكرم المهرجان هذا العام النجم الأمريكي روبرت دونيرو تقديراً لمسيرته الحفلة في العطاء السينمائي وحضور النجمة جوليا روبرتس للمرة الأولى في المهرجان إلى جانب جورج كلوني.